اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. النهاردة بقى عندك شوية مكرونة وشوية حليب، هتعملي أحلى وصفة عزيزية دمياطي بجد تحفة. امشي معايا على الخطوات مظبوط وتعالي يلا أقولك عملنا الطريقة الحلوة دي ازاي. أول حاجة معايا على النار حلة فيها مية مغلية هنزل بكوباية الا ربع اي نوع مكرونة عندك. وزن المكرونة 75 جرام، اي كوباية الا ربع بقى عندك. لو هتشتغلي بالميزان وزنهم 75 جرام من المكرونة. اي نوع بقى صغيرة اللي هي الفرن، اي نوع عندك. المهم لازم المكرونة تتسلق كويس وتتقلب وتقلبيها كل شويه كده علشان ما تلزقش في ارضيه الحله عندك. يبقى حاطين قد ايه؟ كوبايه الا ربع من المكرونه في ميه مغليه وهنسلقها كويس قوي. وبعد ما تتسلق بقى هشيلها كده من الميه بتاعتها واحطها في الخلاط بتاعي على طول. لو عايزه تشتغلي بالهاند بلندر تمام مفيش مشكله، بس صفيها من الميه بتاعتها. بعد كده هنحط على المكرونه دي ايه بقى؟ تعالوا يلا بقى كده بينا على المطبخ ونقول هنعمل ايه. على الرخام على المطبخ، ما احنا في المطبخ. بعد كده حطيت على المكرونه كوبايه سكر. وزن كوبايه السكر دي قد ايه؟ 200 جرام سكر. حلو كده، سكرها مظبوط جدا. وكمان كوبايه الا ربع من النشا. وزن النشا 100 جرام، قلت لكم بالكوبايه وقلت لكم بالجرامات. وكمان 3 من باكت الفانيليا. حلو كده، يبقى كوبايه الا ربع نشا وزنها 100 جرام، وكمان كوبايه سكر وزنها 200 جرام، وكوبايه الا ربع المكرونه اللي احنا سلقناها اللي وزنها 75 جرام. بعد كده بقى هحط كوبايتين من الحليب وهضرب المكونات دي. انا هنا كميه الحليب مش فارقالي قوي، انا هاخد بس، انا عندي الكميه كلها انا هنستخدمها في الوصفه كيلو ونص من الحليب. هاخد بس منهم مجين هضرب المكونات دي تمام، وباقي الكيلو ونص لسه موجودين عندي. بعد الضرب هقول لكم هنعمل ايه. بعد ما ضربنا المكونات دي بقى مع بعضها هنزل كده بالحله. هنا في اللحظه دي ممكن تصفيها من حتت المكرونه الصغيره قوي اللي فاضله دي، وممكن تسيبيها زي ما هي زي ما انا عملت كده، بتبقى بجد تحفه. حته مكرونه لا تذكر يعني صغيره خالص. بعد كده بقى حطيت الحليب عليهم، بقيت كيلو ونص الحليب حطيتهم على ضرب المكرونه. حلو كده، يبقى كميه اللبن كلها اللي حطيناها قد ايه؟ كيلو ونص. شلنا من الكيلو ونص كوبايتين ضربنا بيهم المكرونه المسلوقه، وبقيه الكيلو ونص حطيناهم بعد ما ضربنا المكرونه. عندي بقى هنا اللبن فيه لسه مجمد شويه كده، او الحليب لسه مجمد شويه. احنا عندنا في مصر بنقول على الحليب لبن. بعد كده هروح فين؟ تعالوا يلا نروح على البوتاجاز. في هنا المقطع اللي وانا بحط الحليب على المكرونه بقيه الحليب اتمسح، فانا وضحت لكم يا رب تكونوا فهمتوني. هروح على النار بقى كده. انا عايزه بس كتل التلج دي عايزه ادوبها. انا هنا موطيه النار، وعلى ما بس كتل التلج دي تدوب، ولسه عندي الحليب بالمكرونه لسه ساقع، مش او يعني دافي كده بسيط. هقول لكم بقى هزود مكون، وهقول لكم بديل المكون لو مش موجود عندك. تمام كده، هي عندي بس يعني ايه، لو انت الحليب عندك مش مجمد لا اشتغل على طول. تمام، انا هنا بس بفك التجميد بتاع الحليب. بعد كده حطيت لسه فيه، شايفين تلج اهو خفيف كده. حطيت كيس كريم شانتيه. ما عنديش كريم شانتيه اكياس، حطي معلقتين كبار كريم شانتيه. ما عنديش كريم شانتيه خالص، حطي معلقتين كبار من القشطه، بجد بيودوا الطعم في حته تانية خالص. ما عنديش كريم شانتيه ولا قشطه واللبن او الحليب بتاعي كامل الدسم، خلاص ما تحطيش حاجه. بس عايزه اقول لكم بالكريم شانتيه او لو زودتي معلقتين قشطه بتودي الطعم في حته تانية خالص. جربي وامشي على الخطوات كده ووصلونا بقى ل1000 مشترك. بعد كده هحط 3 معالق من الجوز الهند مبشور خشن ناعم الموجود عندك. حطي 3 معالق كبار، وافضلي قلبي بقى على النار لحد ما تربط معاكي. واوعي تعلي النار قوي اول ما الحليب يسخن علشان يعني ما تتلدعش منك. هتفضل بقى ايه لحد ما تربط معاكي. انا عايزاها تتقل وهوريك القوام، ومش هجري هنا انا عايزه اوريك القوام المطلوب بالظبط. لان كمان بعد ما تربط معاكي لازم تعمل فقاقيع كده علشان ما يبقاش طعم النشا باين فيها. تمام، هي اتقلت معايا خالص وبقت زي الفل اهي. بس انا بقى لازم تبقبق كده، هتسمعي صوت بقبقه كده. ساعه اول ما تسمعي صوت البقبقه دي خلاص بقى اطفي عليها، خلاص وطي النار خالص واطفي عليها بقى. بعد ما تسمعي صوت البقبقه دي
هنيجي بقى عندي صينيه مقاس 30 دهنتها كده سمنه، وهنزل بالخليط بتاعي. حلو كده. هيتبقى مني خليط، دي الصينيه دي مقاس 30، هيتبقى مني خليط احطه في طاجن كده صغير. بجد طعمها تحفه يا جماعه. بعد كده بقى هسيبها، مش هدخلها الفرن دلوقتي، لا ده انا هسيبها تجمد شويه، يعني هسيبها بتاع ربع ساعه كده على رخامه المطبخ قبل ما ادخلها الفرن. هوريكم دلوقتي هتعمل ازاي قبل ما ادخلها الفرن. بعد ما اريحها، ما تصلوا على النبي وصلوا على الرسول كده. عندي خلاص اهو جمت ده، شايفين بحط ايدي عليها ما بتبصمش خالص، وحاسه ان هي بقى بقت جمدت شويه كده. في الوقت ده بقى هولع الفرن، هسخنه شويه على مدهن الوش بتاعها. تمام. دهنت الوش بتاعها ايه بقى؟ معلقه سمنه، اي معلقه سمنه عندك سايحه او مش سايحه، يعني هو الجو حر كده كده السمنه سايحه. معلقه سمنه كده على الوش وتدهني بالراحه. عشان كده قلت لكم سيبوها تريح شويه عشان نعرف ندهنها. لو طبعا دهنتيها وهي لسه سخنه مش هتدهن معاكي، هتلخبطي الدنيا. خلاص دهنت الوش بتاعها سمنه، معلقه سمنه اهو. هجيب كمان معلقه عسل شربات تقيل او معلقه عسل نحل، وهوزعها كده برضو على الوش. هدهن الوش بتاعي بالراحه كده بالفرشه. ما عندكيش شربات تقيل او السيرب التقيل ده، حطي معلقه عسل نحل كبيره وادهني برضو الوش بتاعها. ونفس الكلام برضو دهنت الطاجن اللي انا عملته. انا عملت في الصينيه دي وكمان اتبقى معايا شويه حطيتهم في الطاجن. عايزه اقول لكم الطاجن ده انا اكلته كده وهو سخن قبل ما تبرد حتى. تحفه بجد والله. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا. طبعا انا دلوقتي مشغله الفرن من تحت ومن فوق عشان يسخن، وبعد كده هقول لكم هعمل ايه. هوطي الفرن من تحت خالص، يعني خالص خالص، يعني حاجه لا تذكر كده، ان هو يسخني الفرن وخلاص. وهشغل الشوايه برضو، بس ما تعليش الشوايه عشان ما تتلهفش من على الوش كده وتبقى محروقه من على الوش. هوريكم برضو دلوقتي انا وهي في الفرن. حطيتها في الفرن اهو، شايفين ان مهديه الشوايه مش معلياها قوي علشان تاخد لون كده، وموطيه الفرن خالص، ورافعه طبعا الشبكه في النص كده علشان تاخد معايا لون من فوق حلو كده جميل. وطبعا الفرن من تحت انا مهديه خالص عشان يعني مش عايزاه تاخد لون من تحت اصلا، انا عشان تسخني الفرن. وممكن كمان ما تشغليش الفرن من تحت خالص. حلو كده حلو كده. بعد ما تاخد الوش الجميل ده، اوعي تقطعيها وهي سخنه، اوعي، لا استني ما تبرد خالص وتسقع ساعه بقى ساعتين، وحطيها كمان في التلاجة وطلعيها قطعيها بقى. وبألف هنا وشفا عليكي يا ست الكل. عايزه اقول لكم طعمها تحفه. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.